السلام عليكم. بالنسبة لحالة أنيميا البحر المتوسط اللي اتكلمنا عليها أول امبارح، أنا شلت رقم فودافون كاش اللي الناس المفروض تحول عليه. طب ليه شلت الرقم وما شلتش الفيديو كله؟ عشان الناس ما تستغربش ليه شلت الرقم. عشان خلاص في ناس أنا أعرفهم شخصيا من زمايلنا اللي مسافرين كلموني قالوا نبعت لك دلوقتي أو نبعت للحالة وجاهزين، فحسبناهم كده. دول أكتر من المبلغ واقفين بس على طريقة التحويل عشان الناس دي بره وأنا بره برضه، فهم حتى لو بعتولي هبعت انا ازاي مصر؟ يعني هي نفس القصة. فالفكرة انه الحالة واهلها عندهم فودافون كاش لسه، بس هنوفر طريقة تانية، باي بال مثلا او اي طريقة تانية الناس اللي بره يبعتوا عليها. دي جزئية. تاني جزئية، في شخص من مصر، استاذ وليد، كنت انا شغال في فندق في السياحة قبل ما اسافر، هو مدير في نفس الفندق، كلمني قال لي المبلغ كله تمام، يعني في شخص واحد هيدفع المبلغ كله، فكده رقم الكاش مالوش لازمة. ربنا يبارك للناس اللي دفعت، الا الناس اللي جاهزه تدفع يعني، سواء اللي بره مصر واللي في مصر. بس الناس دي لو جمعناها كده المبلغ ممكن يعدي اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب. فبناء عليه مش محتاجين نلم، لكن محتاجين رقم واتس للدكتور أسامة رشد الصافي. بحثت على النت مفيش غير رقمين أرضي في الروشتة، في رقمين أرضي ورقم موبايل على الختم مش ظاهر. رقم الموبايل رقم 012 كده ظاهر فيه رقمين والباقي طاير. فأي حد معاه وسيلة تواصل للدكتور أسامة رشد الصافي، هو تقريبا الدكتور أسامة رشد الصافي من فاجوس وعيادته في الزجاجيج أو في فاجوس يعني. وهرفع برضو الروشتة واتاكد من العنوان، يعني اكيد هو معروف الدكتور اسامه رشدي الصافي، انا الاسم عارفه، يعني الاسم ده معروف بالنسبه لاهل فاجوس كلهم. فاحنا عايزين رقم تواصل مع عياده الدكتور اسامه رشدي الصافي، لان هو اللي بيطلع روشتات للحاله. فعشان ناخد منه جدول الحاله هيطلع لها روشته بكام حقنه في مده قد ايه وبتاع، ونبدا نتواصل معاه عشان نتواصل مع الشخص اللي هيدفع ونديله التفاصيل بقى الفعليه اللي هتدفع كذا يوم كذا وبتاع. او ان كان هو الراجل جاهز يدفع المبلغ كامل، بس احنا قلنا لا، بما انه جدول علاج فيدفع ايه، خطوه بخطوه خطوه بخطوه، بما انه هو كده كده جاهز. والعلاج كده كده ما بيتاخدش مره واحده، والعلاج اصلا في ازمه بيجي من صيدليه اسمها صيدليه الاسعاف. فعشان كده احنا محتاجين نتواصل مع الدكتور اسامه عشان نظبط القصه دي، قصه جدول العلاج يعني وروشتات الصرف. بس ومتشكرين لكل اهل الخير، والله انتوا ما قصرتوا يعني. مبلغ لو كنا سيبنا الدنيا كده ماشية كان هيتلم أضعاف أضعافه، 5 أضعاف المبلغ ممكن يتلموا في يومين. فمتشكرين لأي حد بيعمل خير وأي حد بيساعد في الخير، حتى لو بلايك بكومنت بشير. أي حد بيمشي في خير خصوصا علاج شخص مريض، ربنا يبارك له ويشفيه ويحميه من المرض. يلا، السلام عليكم.